اذا ما درتوهاش هذا رمضان راكو تراطيو، سموها فطيره البوراك ولا بوراكه رويال ولا سموها كيما حبيتو، المهم تجي بزاف هايله تقدروا ديروها في بلاصه البوراك، خفيفه ظريفه سهله ماهله وبناتها كي العاده لهبال تاع الحاجه الاولى اللي نديروها نبداو بلافاكس. هنايا في مقله درت فيها شويه تاع الزيت مع نص حبه بصل مقطع بهذه الطريقه، الملح وخليتهم يتقلاو فوق النار. هنا في مقله واحده اخرى درت شويه تاع الزيت، درت مورسو تاع الدجاج كنت قطعته ونخليه يتقلى فوق النار. هذاك البصل بعد ما دبان نضيف له كميه تاع الفيونداشي شوف في الكحل ونحطو فوق النار يتقلى مليح بهذه الطريقه ونخليه يطيب. هذاك الدجاج وهو يتقلى ندير له في الكحل، ندير له شويه تاع سكنجبير، توم بودره، الملح ونخليه يتقلى مليح. ندير له شويه تاع الزبده، هنا ضفت له كميه تاع الشامبينيون ونخليهم يتقلاو مليح حتى وين يحمروا. هذاك الفيونداشي بعد ما تقلى مليح ضفت له كميه تاع المعدنوس وهكذا لافاكس. حاجه واحده اخرى نديرها معاهم في لافاكس واللي هي هذا الاومليت تاع البيض اللي كنت خلطت البيض، درت له شويه تاع الملح ما كان دير له في الكحل وطيبتها اومليت عاديه برك خلوها نص طياب. هنا نروح نجيب المقله اللي حنطيب فيها البوراكه الكبيره هذه، ندهن المقله بالزيت ونروح نجيب الديول. من الافضل تستخدموا الديول تاع برا ماشي تاع الدار، لازم كل ما تحطوا الحبه تاع ديول تدهنوها بالزيت. ديروا 3 طبقات من التحت و3 طبقات من الفوق. هنا نجي نحط هذيك الاومليت هي الاولى، ندير كميه تاع البولي مع هذاك الشامبينيون. انا راح نستخدم ثاني الفرomاج كي العاده تارتين اوريجينال، ديت وحده كويستو كومبلي قطعتها بهذه الطريقه مربعات صغار ودرتها على كامل. زدت كميه تاع الفيونداشي شويه تاع فرomاج غابي ونغلقها ب3 طبقات. وكيف كيف لازم يكونوا مدهونين بالزيت. حبيت نقول لكم برك هاد لافارس اللي درتها انا خرجت لي زوج كبار كيما هادوما، تحبوا ديروها وحدها بالبولي ولا وحدها بالفيونداشي كيما حبيتو نتوما. نحط المقله ديريكتومون فوق النار تكون متوسطه ولا رايحه حلق ونقعد ندور فيها بهذه الطريقه حتى تدي تحميره من كامل لي كوتي. نقلبها بان بلا ونردها تحمر من الجهه التحتانيه وتقدموها تجي بزاف هايله في بلاصه البوراك مع شوربه فريك وبصحتكم.